السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد يخص تصحيح النموذج الأول للفرض المحروس الخاص بالسنة الثانية بكالوريا. تم تصحيح التمرين الأول ديال الفيزياء في الفيديو السابق. هذا الفيديو سأخصصه للكيمياء، خاص بدرس تتبع زمني لتحول كيميائي. ندخل عند لحظة t تساوي صفر كتلة ل0.24 جرام من فلز المغنيسيوم في حوجلة تحتوي على 50 ملل من محلول حمض الكلوريدريك. تركيزه 0.4 مول على اللتر. هذه كلها معطيات غنستخدموها في الإجابة على الأسئلة. لتتبع تطور هذا التفاعل نقوم بقياس حجم ثنائي الهيدروجين الناتج في الشروط العادية لدرجة الحرارة والضغط. مكنتنا هذه التقنية من رسم المنحنى X en fonction de T. بالنسبة للتفاعل فهو يتم بين محلول حمض كلوريدريك وفلز المغنيسيوم وفق المعادلة التالية. إذا عطينا المعادلة، والمعادلة متوازنة بطبيعة الحال. إذا Mg زائد 2H+ يعطي Mg2+ زائد H2. بالنسبة للسؤال الأول، إذا طالب مني حدد المزدوجتين مؤكسد مختزل المتدخلتين في هذا التفاعل، وحدد المتفاعل الذي تأكسد والمتفاعل الذي اختزل. إذا هنا كمعلومة خاصني هاد المزدوجتين نستخرجهم من المعادلة اللي عطيني. إذن بالنسبة لنا كنعرفوا أن في الدرس السابق، درس التحولات السريعة والبطيئة، كنا خدمنا على مجموعة من المزدوجات مؤكسد مختزل، منها البسيطة وكذلك حتى اللي فيها بعض الصعوبة. قلنا أن الفلزات، جميع الفلزات هي مختزلات وكاتيوناتها تعتبر مؤكسدات. هذيك ممكن نستخدمها كقاعدة. الفلزات هي مختزلات وكاتيوناتها، إذا أيونات الناتجة عنها، هي مؤكسدات. وهادشي اللي غنلاحظوه. إذا خدينا هذا المثال تاع المغنيسيوم، فهو عبارة عن ذرة، إذا جسم صلب يتكون من ذرات. إذا ماذا حدث له لكي يتحول إلى أيون؟ فهو فقد، إذا الإشارة زائد كتعني فقد إلكترونين. إذا هذا نوع كيميائي. فلز المغنيسيوم هو نوع كيميائي قادر على فقدان الإلكترونات أثناء حل تحول كيميائي، وبالتالي ففلز المغنيسيوم غادي يكون مختزل. إذا المختزل عندما يتفاعل ينتج عنه المؤكسد المرافق له، هنا غادي يكون المؤكسد. وبالتالي بهذه الطريقة فأنا غنقدر نحدد المزدوجة الأولى. إذا أي تفاعل أكسد اختزال فهو يحتاج إلى مزدوجتين مؤكسد مختزل. إذا غنكتبوا رمز المزدوجة الأولى مع احترام طريقة الترميز: المؤكسد على المختزل. إذا بعد ما حددت المزدوجة الأولى اللي هي Mg2+ على Mg، إذا هنا كيسهل عليا نحدد المزدوجة الثانية. إذا في المزدوجة الثانية طبيعة الحال تفاعل أكسدة اختزال يتفاعل مختزل مع مؤكسد. إذا المؤكسد تاع المزدوجة الثانية، إذا هنا H+ غيكون هو المؤكسد، ومختزله المرافق له إذا هو H2 ثنائي الهيدروجين. إذا هنا مختزل. انا كنطبقوا فقط التعاريف اللي دايرينهم في الدرس. اذا الخطا اللي ما يدارش ما تكتبش الاثنان في المزدوجات مؤكسد مختزل. ما كناخذوش المعاملات تاع المعاملات التناسبيه اللي وزننا فيها بالمعادله. ناخذ فقط الرمز، النوع الكيميائي H+ والنوع الكيميائي H2. اذا هذا مؤكسد وهذا مختزل. اذا المزدوجه الثانيه رمزها، نحترم دائما الترميز، اوكس على غيد. اذا H+، كيف ما قلت الاثنان ما نكتبش اثنان H+. هذاك الاثنان راه ديال المعادله، راه وزننا بها فقط في المعادله. هاد الاثنان الصغيره هي اللي هذه الرمز ثنائي جزيئه في الحاله الغازيه. اذا هادو هما المزدوجتين المتفاعلتين. اذا التتمه تاع السؤال: من هو المتفاعل الذي تأكسد والمتفاعل الذي اختزل؟ اذا من يتأكسد هو المختزل، ومن يختزل هو المؤكسد. اذا العكس، خاصنا نبقاو متذكرين. المتفاعل الذي تأكسد هو المختزل. إذا المختزل هو Mg في هذه الحالة. إذا غنشوف فقط في المتفاعلات لأن السؤال على المتفاعل. حدد المتفاعل الذي تأكسد والمتفاعل الذي اختزل. إذا الذي تأكسد هو المختزل يعني Mg مغنيسيوم، والمتفاعل الذي اختزل هو المؤكسد. إذا المؤكسد اللي هو H+ في هذه الحالة، في هذا التمرين. إذا هذا السؤال الأول. إذا بالنسبة للسؤال الثاني: إذن أذكر جميع الطرق التي يمكن بها تتبع تطور التحول
إذا تحول مع التعليل. إذا سواء السؤال إذا هنا السؤال يعني فيه بعض التأويل، واش كيقصد اذكر جميع الطرق التي يمكن بها تتبع تطور هذا التحول. إذا نجاوب على فقط هذا التحول مع التعليل. إذا بالنسبة لطرق التتبع اللي ممكن نستخدموها في هذا التحول، إذا يمكننا تتبع تطور هذا التحول عن طريق قياس الضغط، لأن أحد إذا عندي في النواتج عبارة عن غاز، إذا ينتج عن هذا التفاعل تكون ثنائي الهيدروجين. إذا لاحظتوا التقنية اللي استخدموها هنا في التمرين هي تتبع هذا التطور بقياس الحجم. نقوم بقياس حجم هذا الغاز، إذا بإمكاننا كذلك نقوم بقياس الضغط، لأن عندي في النواتج عبارة عن غاز. كذلك بإمكاننا نقيس الموصلية، لأن عندي الأيونات سواء في المتفاعلات أو لا في النواتج. وبالنسبة لهذا قياس الموصلية أو المواصلة فحنا كنستخدموه خصوصا ملي كيكون واحد الفرق بين هاد يعني القيم تاع الموصلية المولية الأيونية لهاد الأيونات. إذا مادام ما عطينيش معلومات عليها إذا غنكتب هذه الطريقة. إذا بالنسبة للطريقة الأخيرة هي قياس pH هذا الخليط، لأنه كيتواجد أيون الأكسونيوم، ومن بعد غنشوفوا أن هذا أيون الأكسونيوم عنده علاقة مع ال pH. إذا بالنسبة للسؤال الثالث، إذا هنا أحسب كمية المادة البدئية للمتفاعلين وأنشئ جدول هذا التحول. إذا نحسب كمية المادة البدئية بعد ذلك ننشئ الجدول. إذا كمية المادة البدئية للمتفاعلات غنبدا هنا بالفلز تاع المغنيسيوم Mg. إذا بالنسبة للمعلومات اللي عاطيني الكتلة، إذا ندخل الكتلة وكذلك عاطيني في المعطيات الكتلة المولية. إذا كمية المادة البدئية للمتفاعل الأول اللي هو فلز المغنيسيوم وفي الحالة الصلبة، إذا غنستخدم العلاقة اللي هي الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة 0.24 غرام مقسومة على الكتلة المولية اللي هي 24 غرام على المول. إذا كتلاحظوا أننا هنا خدينا واحد العملية اللي هي بسيطة جدا باش نقوموا بالحساب. 0.24 غتعطيني 10 أس -2 نتأكدوا منها. إذا 0.24 مقسومة على 24، إذا 0.01، إذا 10 أس -2 مول. إذا هذا بالنسبة للمتفاعل الأول. إذا بالنسبة للمتفاعل الثاني، إذا محلول حمض الكلوريدريك صيغة تاع H+ زائد Cl-. إذا اللي كيهمني فيه هو H+، إذا هو المتفاعل. إذا كمية المادة البدئية تاع H+، هنا تساوي التركيز تاع المحلول المستعمل C في الحجم ديالو في، بما انه طبيعة الحال عادي دائما خاصني نعاود نرجع الى معادلة الذوبان اللي عطاتني هذا المحلول HCl عند ذوبانه في الماء يعطي H+ زائد Cl-. بما ان المعاملة التناسبية كاينه واحد فهو غادي يساوي لنا C في. اذا تطبيق عددي. إذا بالنسبة للتركيز 0.4، إذا 0.4 مول على اللتر مضروبة في الحجم 50 مليلتر، ومنساوش نحولو إلى اللتر. في 10 أس -3 ونقوم بالحساب. إذن بعد إنجاز التطبيق العددي نجد أن كمية المادة تاع H+ هي 2 في 10 أس -2 مول. إذن الآن إنشاء الجدول الوصفي. إذن رسم الجدول الوصفي كيف ما هو متعارف عليه. إذن الخانة الأولى خاصة بالمعادلة تاع التفاعل، من بعد الخانة اللي كاينة أسفل منها إذن حالة المجموعة تقدم التفاعل، والجدول راه كيهم فقط أننا كنعطيو كمية المادة تاع المتفاعلات والنواتج. إذن غنحدو الحالات بثلاثة، إذن الحالة البدئية، الحالة الوسطية والحالة النهائية. إذن في الحالة البدئية يكون تقدم التفاعل يساوي 0، وغنسجل كمية المادة البدئية. إذن كمية المادة البدئية تاع الفلز المغنيسيوم اللي حسبناها هي 10 أس -2. إذن هنا 10 أس -2. كمية المادة البدئية تاع H+، إذن هي 2 في 10 أس -2. وعافاكم حتى شي واحد ما يضرب في هاد الاثنان، نكتب داكشي اللي حسبتو هنا. هاهي 2 في 10 أس -2، 2 في 10 أس -2. إذن في الحالة البدئية لم تتكون النواتج، إذن كمية المادة البدئية 0. إذن في الحالة الوسطية أو عند لحظة T أو في الحالة البينية، إذن كيف ما سميناها تقدم التفاعل يأخذ واحد القيمة اللي هي X، ما عارفينش هذيك القيمة. إذن شنو كيجرى المتفاعلات؟ كمية المادة تاعها تنقص، وهذا النقص اللي كيحدث هو عنده علاقة بالمعامل التناسبي مضروب في هذا المقدار X.
إذن 10 أس ناقص 2 ناقص، بما أن احنا مكاتبين والو يعني واحد، يعني إكس ناقص واحد في إكس. بينما المتفاعل الثاني إذن نفس الكمية المادة البدئية اللي هي 2 في 10 أس ناقص 2، إذن غادي تنقص بالمقدار اللي هو المعامل التناسبي اللي كاين في المعادلة. إذن هنا فين غادي يتدخل؟ ماشي هنا. إذن 2 إكس ناقص 2 إكس. بينما النواتج إذن تتكون، إذن غتكون عندي هنا إكس وهنا كذلك إكس. إذن الحالة النهائية كنوصلوا للتقدم الأقصى إكس ماكس، وغنعاودو نكتبو هاد الحالة الوسطية ولكن الآن بدلالة إكس ماكس. إذن 10 أس ناقص 2 ناقص إكس ماكس. إذن هادي كاملة فهي تمثل كمية المادة تاع إم جي في الحالة النهائية. إذن 2 في 10 أس ناقص 2 ناقص 2 إكس ماكس. وبالنسبة لكمية المادة تاع النواتج إذن إكس ماكس في هاد الخانة وكذلك هنا. إذن هذا بالنسبة للجدول الوصفي. إذن السؤال الثالث، السؤال الرابع، حدد المتفاعل المحد والتقدم الأقصى لهذا التفاعل. إذن كتلاحظوا أن هذه الأسئلة هي أسئلة اعتيادية في الكيمياء، لأن طبيعة الحال كنا درناها سابقا في دروس تاع التحول في السنة الأولى بكالوريا، وراك دائما إذا كيتعطاونا تقريبا نفس الأسئلة. إذن رابعا، تحديد المتفاعل المحد وقيمة التقدم الأقصى. إذن تحديد المتفاعل المحد، ومنه انطلاقا منه غنستنتجو في نفس الوقت فحنا كنكونوا حسبنا التقدم الأقصى. إذا عندي جوج تاع المتفاعلات غنديرو الافتراضات. إذا كان إذا ام جي فلز المغنيسيوم هو المتفاعل المحد، إذا بالنسبة للمتفاعل المحد من الاسم تاعو يعني يحد التفاعل، يوقف هذا التفاعل، يعني أنه في الحالة النهائية سيستهلك كليا، يعني هنا غتبقى عندي صفر. وغناخدها كمعادلة. إذا 10 أس ناقص 2 ناقص إكس ماكس، غادي نسميها واحد فقط من أجل المقارنة، إذا تساوي صفر. وبالتالي إذا عندما نحل هذه المعادلة غنلقى القيمة الأولى تاع التقدم إكس ماكس واحد كتساوي 10 أس ناقص 2 مول. الآن نشوفوا المتفاعل الثاني. إذا كان H بلس هو المتفاعل المحد، فإن كمية المادة تاعو في الحالة النهائية غتساوي صفر. إذا 2 في 10 أس ناقص 2 ناقص 2 إكس ماكس 2 تساوي صفر. إذا غنحول هاد 2 في 10 أس ناقص 2 إلى الطرف الآخر تاع المعادلة، والإشارة ناقص حتى هي غنتخلص منها. إذا تبقى عندي 2 إكس ماكس 2 تساوي 2 في 10 أس ناقص 2، وبالتالي إكس ماكس 2 كتساوي، إذا 2 مقسومة على 2 غتعطيني واحد. إذا غتبقى عندي 10 أس ناقص 2، 10 أس ناقص 2 مول. إذا هذه هي الحالة اللي كنحصلوا فيها على أن إكس ماكس واحد كتساوي إكس ماكس 2. إذا هادشي غنكتب إكس ماكس واحد تساوي إكس ماكس 2. إذا شنو الاستنتاج اللي غنخرجوا به؟ بجوج كيساوي نفس القيمة اللي هي 10 أس ناقص 2 مول. إذا نقول أن المتفاعلان محدان معا. إذا H بلس و MG متفاعلان محدان. هنا في هذه الحالة ممكن كذلك نطرح السؤال، بمعنى أن استعملنا كمية المادة البدئية وتوافق المعاملات التناسبية تاع المعادلة، وبالتالي حصلنا على ما نسميه بالخليط ستوكيومتري أو الخليط التناسبي. هذا الخليط هو اللي كيعطينا أننا في الحالة النهائية المتفاعلين معا غيكونوا محدين، وبالتالي في الحالة النهائية غنلقى كمية المادة هنا صفر وكذلك هنا صفر. إذا في الحالة النهائية لا حسبت غنلقى هنا صفر وهنا صفر. لعوضت بعشرة أس ناقص 2 غتعطيني هنا 10 أس ناقص 2 ناقص 10 أس ناقص 2 كتساوي صفر. ونفس الشيء هنا نعوض بعشرة أس ناقص 2 يعني إكس ماكس نعوضها بهذه القيمة، غتولي عندي هنا جوج في 10 أس ناقص 2 جوج في 10 أس ناقص 2 ناقص جوج في 10 أس ناقص 2 هي صفر. وبالتالي فالمتفاعلان محدان معا. والتقدم الأقصى إذا إكس ماكس كيساوي 10 أس ناقص 2. إذا قيمة التقدم الأقصى هي إذا إكس
ماكس وغنحتاجوها من بعد في الأسئلة. إذن إكس ماكس كتساوي 10 أس ناقص 2 مول. إذا الآن بالنسبة للسؤال رقم 5، إذا هنا أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة إذا t تساوي 0 وعند اللحظة t تساوي 20 سكوند. إذا هذا هو يعني الجديد تاع هذا الدرس، هي هذا الحساب، هذا المقدار اللي هو السرعة الحجمية للتفاعل. أما باقي الأسئلة فهي الأسئلة الاعتيادية اللي كنا كنديروها في التمارين سابقا في الكيمياء بالنسبة لدراسة التحولات الكيميائية. إذا أول شيء غنذكر بالعلاقة. إذا نعلم أن السرعة الحجمية للتفاعل تساوي 1 على V، إذا حجم الخليط التفاعلي، في dx على dt، إذا مشتقة التقدم تاع التفاعل بدلالة الزمن. إذا عند اللحظة t تساوي 0 شنو خاصني نحسب هنا؟ إذا هذا dx على dt إذا يمكن تحديدها مبيانيا عن طريق حساب المعامل الموجه للمماس للمنحنى. كنحسبوا واش المعامل الموجه تاع المنحنى. كنجيو عند هذيك اللحظة تي كتساوي 0، كتلاحظوا أنه خصو يعطيه ليا مرسوم، لأن المماس بالصعوبة أننا نقدروا نرسموه ويكون صحيح. خاصني المعادلة تاعو عاد نقدر نرسموه صحيح. إذا هما راسمين ليا المماس الأول، راسمين ليا المماس الثاني. إذا عند هذيك اللحظة تي تساوي 0 كيرسموا لينا المماس للمنحنى. شنو مطلوب مني الآن؟ حساب المعامل الموجه للمماس للمنحنى عند اللحظة تي تساوي 0. إذا هادشي اللي غادي نكتب. إذا حساب المعامل الموجه للمماس، وهذا المماس يمس من؟ يمس المنحنى اللي كان عندنا. حساب المعامل الموجه للمماس للمنحنى عند هذه اللحظة عند t تساوي 0 سكوند. طبيعة الحال حنا كنعرفوا باش نحسبوا المماس إذا كنحسبوه عن طريق دلتا إكس. إذا هذاك المقدار تغير دلتا هو دائما كيرمز للتغير. إذا تغير المقدار هنا بصفة عامة المعامل الموجه، تغير المقدار اللي كاين في محور الأراتيف مقسوم على تغير المقدار اللي كاين في محور الأفاصيل. إذا دلتا إكس على دلتا تي. الآن باش نحسب غنختار نقط، وهاد النقط خاصها تنتمي للمماس ماشي للمنحنى، لأن هادو راه كنأكد عليهم لأن ديال الأخطاء اللي كدير. نقط تنتمي إلى المماس. إذا غنجي ناخد النقطة الأولى اللي هي هادي 0. فين راسمين حنا المماس 0. إذا أفصلها 0 وأرتبها 0. والنقطة الأخرى خاصني نبحث على نقطة اللي يكونوا الإحداثيات تاعها واضحة. إذا غنركز على المنحنى. إذا مثلا مشيت نختار هاد النقطة، إلا اختاريت هاد النقطة خاصني نبقى نحسب هاد التدريجات الصغار شحال، خاصني نبقى نحسب هاد التدريجات الصغار. إذا نكتب لي واحد النقطة اللي هي هاد النقطة الإحداثية تاعها واضحة. إذا إكس تقدم كيساوي 5 وننتبه للوحدة ميليمول. إذا هاد النقطة. إذا غناخد هاد النقطة وغناخد هاد النقطة والأفصول تاعها. إذا هاد القيمة لاحظتوا عندي 10 وعندي المربعات نحسب. إذا هنا 1 2 3 4 5. إذا 10 مقسوم على 5 تعطيني كل مربع هو 2 سكوند، بمعنى هنا 2 4 وهنا 6. هنا إحداثية هذه النقطة. إذا الأفصول تاعها 6 سكوند وأرتبها اللي هو عبارة عن تقدم للتفاعل إكس كيساوي 5 مليمول. وغنحسب القيمة. هنا 5 ناقص 0. إذا هنا غناخد 5 وها 0 النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. إذا دلتا إكس يعني إكس 1 إكس 2 ناقص إكس 1. وما ننساش أنني خاصني ندير التحويل، ما نخليش الميليمول، ورغم أنه ما طالبش مني وحدة محددة تاع السرعة ولكن أنا ندير التحويل. ميليمول يعني غنحول هذاك الميلي هي 10 أس ناقص 3 مقسومة على إذا المدة الزمنية الموافقة 5 قلنا 6 سكوند، ومع دام السكوند إذا ما غندير حتى شي تحويل ناقص 0. وغنقوموا بالحساب تاع هذا المعامل الموجه. القيمة 0.83 في 10 أس ناقص 3. نكتب 8.3 في 10 أس ناقص 4 والوحدة إذا مول على السكوند. نكمل الآن الحساب. إذا بعد ما حسبت المعامل الموجه غنطبق العلاقة. إذا في السرعة الحجمية عند اللحظة t تساوي 0 سكوند تساوي
إذن 1/في الحجم تاع الخليط، إذن 50 مليلتر. إذن 1/50، ومنساوش التحويل. إذن في 10⁻3 مضروبة في القيمة تاع هاد المعامل الموجه. إذن 8.3 في 10، إذن أس ناقص 10 أس ناقص 4، وندير التطبيق العددي ونحسب هاد القيمة. إذن التطبيق العددي عطاني القيمة 0.0، إذن 166. غندير كتابة علمية. إذن 1.66 في 10 أس ناقص 2. إذن السرعة 1.66 في 10 أس ناقص 2، ونكتب الآن الوحدات. إذن مول في، إذا الوحدة هنا اللتر كاينة في المقام، إذا اللتر -1 في السكوند -1. إذن هذه هي قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t تساوي 0. إذن بنفس الطريقة عند اللحظة t تساوي 20 سكوند. إذن بنفس الطريقة نحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t تساوي 20 سكوند. إذن المرحلة الأولى دائما حساب المعامل الموجه للمماس للمنحنى عند هذه اللحظة. إذن رسموا ليا. إذن دلتا إكس على دلتا تي. إذن مرسوم. الآن شنو اللي كيهم أكثر؟ الاختيار تاع النقط، اختيار النقط والاختيار يكون صحيح. إذن غنحاول دائما نركز على المنحنى. إذن خاصني نلاحظ مثلا، نلاحظ التدريجات هنا في المحور تاع الأراتب. إذن عندي 6 مثلا ولا 5 5 6. شحال عدد التدريجات الصغيرة؟ إذن كاينين 5. إذن عدد هاد التدريجات الصغيرة 5، يعني كل تدريجة صغيرة هي 2. إذن غتكون 5 إلا خديت التدريجة الأولى 5.2 5.4 5.6 5.8 إلى أن نصل إلى 6. إذن هنا خاصكم تعلموا، يعني تقدروا تحدوا القيمة تاع هاد التدريجات الصغار اللي تعطاونا، ماشي بالضرورة يكونوا موضحينهم. إذا لاحظوا في هاد الحالة واضحين، بينما هنا لا ما كاينينش. إذا لاحظتوا على محور الأفاصيل ما كاينينش هاد التدريجات الصغار باش نقدر نحدد يعني القيمة بين هاد التدريجة وهادي، ما نقدرش نقسمها. إذا غناخد هاد النقطة نيت، هاد النقطة عند t تساوي 20 سكوند. إذا الأفصول تاعها 20، خاصني نحاول نبحث على قيمة إكس، قيمة الأرطوب. إذا لا ركزت لاحظتوا، إذا هنا واصلين ل6. هاد القيمة بالضبط يلاه عند تدريجة واحدة. إذا تجاوزنا 6 بتدريجة واحدة، إذا غتكون 6.2. إذا هنا مادام أننا ماشي شي حاجة اللي هي واضحة باينة مزيان، فأي قيمة قريبة لها راه تعتبر صحيحة. إذا إحداثيات هاد النقطة، إذا لا سمينا هذه أ، هاد النقطة أ، إذا أ إحداثياتها، إذا الأفصول تاعها تي أ كيساوي 20 سكوند، وأرطوبها اللي هو عبارة عن تقدم. إذا أرطوبها عبارة عن تقدم تاع التفاعل. قلنا هي 6، هاد التدريجة 6. إذا هاد النقطة هي 6.2. إذا إكس أ كتساوي 6.2، والوحدة نكتبو الوحدة اللي كاينة مليمول. هذه النقطة الأولى. إذا أنا كنوضح هنا اللي كيلقى صعوبة في حساب هذا المعامل الموجه للمنحنى، نختاروا نقطة أخرى. وكيف ما طلبت أن الاختيار تاع النقطة تكون الإحداثيات تاعها واضحة، على الأقل هنا تكون وحدة واضحة. مثلا خدينا هذه في 30، ولاحظوا أنني كناخد نقط من المماس. كنأكد عليها، النقط تؤخذ من المماس. نحسب المعامل الموجه للمماس وليس للمنحنى. إذا لا اختاريت هذه النقطة الأفصول تاعها 30، إذا نسميها بي. تي بي كيساوي 30 سكوند. إكس بي تقدم التفاعل في هذه النقطة شحال كيساوي. إذا غنحاول نركز مع هذه النقطة باش تكون باينة. إذا لاحظ هنا عندي 7، إذا هاد التدريجة هادي هنا 7، ونشوف شحال من تدريجة، يعني باقي ما وصلتش ل8. لاحظوا التدريجات الصغار. إذا 1 2 3. إذا عند تدريجة 3 قلنا كل تدريجة صغيرة هي 2. إذا 7.2 7.4 7.6 7.8. إذا 2 6. درتي خطأ هنا. إذا 2 4 6 8. إذا هذه، إذا خصنا نركزوا مع التدريجات. 7.8. إذا 7.8.
والوحدة ميليمول. إذن هادو هما النقاط اللي غنحسب بهم المعامل الموجه. بطبيعة الحال دائما القيمة الكبيرة ناقص القيمة الصغيرة. إذن 7.8 ناقص، إذن في هاد الحالة لأن عندي طبيعة الحال منحنى تزايدي، إذن 7.8 هادي اللي حددت ناقص 6.2، وبطبيعة الحال نحولو إلى المول في 10⁻³ مقسومة على، إذن 7.8 يوافقها 30 سكوند، و 6.2 يوافقها 20 سكوند. إذن غنقوم بالحساب ونديرو التطبيق النهائي. إذن بعد حساب المعامل الموجه للمماس عند هذه اللحظة، إذا نجد القيمة 1.6 في 10⁻⁴ مول على سكوند. إذا نتمم الحساب تاع السرعة الحجمية. إذن دائما الحجم غنعوضوه بالقيمة اللي عاطينا لي 50 مليلتر، كنضرب في 10⁻³ من أجل التحويل إلى اللتر، وهنا القيمة تاع دي إكس على دي تي. إذن 1.6 في 10⁻⁴. إذا نجد النتيجة النهائية، إذا 3.2 في 10⁻³ إذن السرعة الحجمية عند هذه اللحظة إذن كتساوي 3.2 في 10⁻³ والوحدة إذن مول في اللتر موانزا سكوند موانزا. إذن السؤال الأخير، إذن طالب مني هنا عرف T1 زمن نصف التفاعل وأحسب القيمة تاعو. إذن التعريف تاع T1 إذن معروف، إذن خاصك تكونوا حافظينه. إذن غنكتب هذا التعريف وندوزو مباشرة لحساب القيمة. إذن بالنسبة للتعريف، إذن T1 هو المدة الزمنية اللازمة لكي يصل تقدم التفاعل لنصف قيمته النهائية. إذن هذه الجملة غنترجموها بالعلاقة عند T1 فإن X تقدم التفاعل عند T1 كيساوي X ماكس على 2، وما كيعنيش أن هذه هي T1، هذا راه تقدم التفاعل عند هذيك اللحظة اللي هي زمن نصف التفاعل. إذن هنا غنحسبو X، نعرفو قيمة X T1، ومن المنحنى، إذن من المنحنى غنديرو الإسقاط على محور الأفاصيل ونلقى القيمة تاع زمن نصف التفاعل. إذن ما نكتبش زمن نصف التفاعل يساوي X ماكس مقسومة على 2، هذا خطأ. إذن تقدم التفاعل بوحدو راه كمية مادة، و T1 راه زمن. إذن بالنسبة لينا هنا أول شيء ما نقدرش ناخد إكس ماكس من المنحنى. إذن إمتى ناخدو إكس ماكس من المنحنى؟ هي اللي كان عندي المنحنى بهذا الشكل. إذن حتى نوصلوا لديك الحالة اللي حنا غنسميوها أننا وصلنا للنظام الدائم، يعني أن التقدم هذيك قيمة إكس ماكس أصبحت ثابتة ما بقاتش كتطور. إذن ها هي في هذه الحالة حنا واصلين هنا، ومن بعد كنلاحظوا أن المنحنى أصبح مستقيميا ويوازي محور الأفاصيل، وبالتالي إذن هنا في هذه الحالة نقدر ناخد إكس ماكس من المنحنى. إذن غنجي هنا لكنا كنرسمو ما نسميه بالمقارب للمنحنى، إذن منطبق مع هذه القطعة المستقيمية، ونلقى قيمة إكس ماكس إذن تقريبا هنا 15، إذن 15 مليمول من المنحنى. بينما هذا المنحنى اللي عندي لا، هذا راه ما كاملش، يعني ما وصلناش لهاد الحالة اللي أصبح فيها تقدم التفاعل يأخذ القيمة تاعو القصوية اللي هي القيمة الثابتة. إذا منين غناخد إكس ماكس؟ من السؤال اللي جاوبنا عليه، سؤال رقم 4. إذن إكس ماكس كانت كتساوي 10⁻²2، 10⁻² مول. وننتبه أن المنحنى راه بالمليمول، يعني هنا راه الوحدات والتحويل بينها مهم جدا. إذن إكس ماكس كتساوي 10⁻² مول. نحولها للمليمول، إذن ميلي هي 10⁻3، إذن غتعطيني هنا 10 مليمول. إذن إكس ماكس إذن كتساوي 10 مليمول. إذن هنا غنضربو في 10⁻3، إذن للتحويل من المول إلى المليمول. إذن نضرب في 10⁻3، إذن إكس ماكس كتساوي 10 مليمول. إذن إكس T1 كتساوي إكس ماكس مقسوم على 2، إذن 10 مقسوم على 2 غتعطيني 5 ميلي مول. كيف ما قلت ماشي هذا هو الجواب على السؤال، هذه فقط قيمة تقدم التفاعل عند T1. إذن ها هي 5، إذن 5 ميلي مول. غنجي نرسم هذا المستقيم ولا الخط الأفقي المار من هذه القيمة اللي هي 5. إذن هو هذا الخط، نتمنى يكون واضح. والآن
حتى يتقاطع مع المنحنى. وبعد ما تقاطع مع المنحنى، اذا بطبيعه الحال غنحاول نحصل على قيمه مقربه، غندير الاسقاط على محور الافاصيل. اذا الاسقاط على محور الافاصيل كيعطيني تي ان دومي. اذا قيمه مقربه ليها، اما هي غتكون في هذه الحاله غتكون اقل من هذا التدريجه، غناخذوها كقيمه مقربه. اذا قلناها 10 عدد التدريجات، اذا 1 2 3 4 5. اذا 20، إذا 10 مقسومة على 5 يعني 2، يعني كل مربع الآن هنا كيساوي 2 سكوند، حسبناها سابقا. إذا عندي هنا 12، إذا عندي هنا 14، إذا 16 18 20، إذا تقريبا 14. ولا دققنا أكثر غتكون 13 فاصلة شي حاجة. إذا الإسقاط غيعطيني هاد القيمة. إذا اللي كتب 14 كتب 13.8 13.9. إذا مقبولة هاد القيم، بما أن المنحنى ماشي بهاديك الدقة. إذا مكاينش التدريجات الصغار باش نقدروا نحسبوا على محور الأفاصيل. ومن المنحنى نجد، إذا هذه الجملة اللي خاصني نكتب. إذا تي ان دومي، تي ان دومي كتساوي، إذا قلنا 14 سكوند. وبهذا غنكون ساليت تصحيح هذا التمرين الخاص بالكيمياء. شكرا على حسن تتبعكم، ونلتقي في فيديو جديد آخر إن شاء الله.